تخيل معايا كده طاجن فخار سخن طالع من الفرن ووشه دهبي ومقرمش والريحة ايه ريحة اللبن مع السمنة البلدي دي مالية المكان. ده مش طاجن عادي لأ، ده رز معمر بس على أصول. الحكاية المرة دي بقى مش هتبتدي في كتب التاريخ ولا في مطابخ الملوك. الحكاية من قلب الريف المصري جوه بيوت الفلاحين. الست تصحى الصبح معاها اللبن الطازة والسمنة البلدي والقشطة من تحت الجاموسة على طول. تبص كده للرز وتقول لأ ده لازم يتعمر، يعني يتغرق في اللبن ويتدلع بالسمنة ويتغطى بطبقة قشطة كده إنما إيه سميكة، تخلي الطاجن ليه هيبة وهو داخل الفرن. ويرجع حكاية بتتحكي على السفرة. ده مش مجرد رز، لأ لأ لأ، ده أكلة اتولدت من الوفرة والبساطة من الست المصرية اللي كانت دايما بتعرف تطلع من البسيط أكلة تشبع العين ده قبل البطن كمان. والأحلى بقى إن كان ليه وشين، يعني رز معمر حادق باللحمة أو الفراخ، والرز معمر تاني حلو بس إيه بالسكر والزبيب والسمنة البلدي. يمكن مفيش كتاب حكى حكايته لأ، بس كل بيت ريفي كان بيحكي بطريقته. ومن الريف لحد عندك كل معلقة رز معمر فيها حكاية، وكل حكاية ليها مكان عندنا في الأكل وما فيها.